نحن سكان قاصري أولاد الوالي وقصر بوزملة. شوف فيه هذا وقفة الاحتجاجية دايرة على حقنا المشروع اللي كاين في التنمية البشرية يخص الطرقان ديال جماعات قروية السفالات. جميع الطرقان دازوا إلى طريقنا المشروعات، طريق طلب الجماعة القروية دايزة مئات السنين مبرمجة جوج الخطرات ولا ثلاثة على المارشي ديالها. هذا المارشي الرابع ولا الخامس وكلهم قالوا لك سيدي ما عندكم حق. علاش؟ انت عندكم التعرض، ما عندنا حتى شي تعرض ولا شي حاجه. طرقنا جميع البيبان طرقناهم، طرقنا جماعه السفالات، وزاره التجهيز، العماله، القياده، اي جميع الجهات مشينا لهم وما لقينا حتى كما اللي مشينا ليه كيكور بينا. حنا ولينا كره يلعب بينا. لهذا بينا باش نجيو نحتجوا على حقنا، وحقنا راه ما فيها نقاش. لان كيقولوا عندنا عيالات كيولدوا تحت العشوش كيحملوا ولدان، اولادنا كيتحرموا من تندرس القروي. اللهم دايم منكر على من ما عرفناش على من اي شكون اللي جا مسؤول ما عرف. اللي مشينا عليه كيقول لك ما عندكم حق. وفي راه حقنا مشروع وخارجه من مبادره التنميه البشريه، خارجه الطريق، خارج كل شيء كان في المارشي. بقى دابا الديلي 16 يوم ويشدوا عليه ويتروا ليه بلاتي 10 ايام براسي 4 ايام براسي 3 ايام بلاتي سميتو. هذا راه منكر عظيم. انا كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبش شي واحد يعطينا ولا شي جهه تعطينا، كنطالبوا بحقنا المشروع. قصر اولاد الوالي وقصر بوزمله. مشينا رئيس الجامعه كيضحك علينا، جبنا السلطه ما لباش الدعوه ديالنا حتى جا كاع جميع البيبان اللي طرقناهم. وحنا راه هنا غادي نسكنوا. حنا ما عندناش طريق سما الماء والضوء، حنا غادي نجلسوا هنا هو بلاصتنا والساكنه ديالنا، وهنا الطريق ديالنا وهنا الماء ديالنا وهنا كل شيء. وعاش الملك.